السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله عاملة واحد الصدقة وجات إن شاء الله تساعدني الأخت نجاة، الله يسهل أمورها. بقاو معايا وتابعوا معايا لا فيديو إن شاء الله. إن شاء الله غتشارك معكم طريقة كسكسو بتفاية على هذا الشكل هذا، كيجي صراحة رائع. بقاو معايا وتابعوا معايا لا فيديو ونشوفوا المقادير والمكونات اللي غتحتاج لينا الأخت نجاة في هذا التحضير نتاع كسكسو اليوم، وبقاو معايا. بالنسبه اول حاجه خديناها هو الدجاج اللي سبق لينا وغسلناه بالملحه والحامض حتى نشف لينا مزيان. من بعد عملنا العطريه اللي فيها الخرقوم، سكينجبير، الابزار، وشويه نتاع السمن وزيت العود. خلطنا هاد المكونات كلها وهاد التوابل اللي عندنا ودخلناها في الدجاج مزيان حتى شرب شرموله ليله كامله، بيتناه في الثلاجه. هنا ان شاء الله في الصباح رديناه نصبوه. هنايا خدينا واحد الطاوه اللي هي كبيره كما كتشوفوا معايا، شلضنا عليها البصله خاصها تكون كثيره، يعني تقريبا خدينا واحد 5 كيلو ديال البصله ما بين التفايه والدجاج. هنا عملنا البصله بزايد، ضفنا شويه د الخرقوم، الملحه، سكينجبير، الابزار، يعني العطريه كلها اللي سبق لنا وعملنا في الدجاج. هانتوما الطريقه راه سهله وواضحه. الاخت نجاة غادي تنصب وانا نقول لكم المكونات كلها اللي عملت في هذا الدجاج هذا، وبقاو معانا. من بعد غادي ناخذ الدجاج ان شاء الله ونوضعوه على الصدر ديالو على هذا الشكل هذا. هنا من بعد ما وضعنا الدجاج ديالنا على الصدر ديالو غنضيفوا الماء الكافي من غيطيب لينا هاد الدجاج. بالنسبه للكسكسو هنا خديت تريه هي المزيانه، كسكسو ماشي الغليظ وماشي الرقيق، يعني المويان على حسب الناس اللي عندكم. بطبيعه الحال غتستعملوا كسكسو نتاعكم، انا خديت القياس اللي قالت لي جيبي. هنا الدجاج ديالنا راه رديناه كيطيب. هنا خديت الحمص وضعته في الكوكوط، ضفت عليه الماء وشويه د الملحه وغادي نردو ان شاء الله يتسلق. هنا الحمص ما غاديش نديروه مع الدجاج، يعني غيطيب بوحدو. هنا الدجاج ديالي ها هو طاب كما كتشوفوا معايا. غندهنو بشويه نتاع السمن وندخلو ان شاء الله للفران يتحمر. من بعد ما حيدنا الدجاج كما كتشوفوا معايا ضفنا زيت العود وضفنا الجزر، يعني خزو خاصو يكون داك خزو الكبير المزيان، يعني باش يجي هكا باين في الحطه. ان شاء الله نخليوه حتى يطيب خزو مزيان. من بعد ان شاء الله غادي نضيفوا القرعه اللي سبق لينا وقطعنا. هنايا من بعد ما طاب لينا خزو ضفنا القرعه الحمراء، قطعناها على هذا الشكل هذا، وضفنا قزبور ومعدنوس مربط والسمن باش كيعطينا داك البنه مزيونه للمرقه نتاع الكسكسو ديالنا. من بعد ان شاء الله غنخليو القرعه ديالنا طيب. غادي ان شاء الله ندوزو باش نحضروا التفايه اللي غترافق لينا كسكسو، وبقاو معايا. هنا خدينا واحد القميله اخرى عملنا فيها البصله مشلضه كثيره تكون، وضعنا الزبيب، خدينا العطريه، شويه د الخرقوم، الابزار، سكينجبير، الزعفران، القرفه اللي كتعطينا داك المذاق يعني مزيون. بالنسبه للتفايه نتاعنا شويه نتاع الزيت. غادي نخلطوا المكونات كلها مع بعضياتها او نخليو هذا الشيء طيب مع واحد شويه ديال الماء، ماشي بزاف لان البصله كتطلق كما كتعرفوا الماء. من بعد نضيفوا واحد الطريف ديال السكر باش يجي داك التفايه نتاعنا عاطيه داك اللون معسل، وكتجي ما شاء الله غزاله كتشهي. وبقاو معايا ان شاء الله حتى نوريكم الشكل النهائي نتاع التفايه نتاعنا كيفاش جات.
هنا خدينا واحد البرمه كبيره اللي غتكفينا، لان كسكسو ما شاء الله عندنا كميه كثيره. عملنا في واحد البانيو الاول وضعنا واحد شويه نتاع الزيت، ردينا التفويره الاولى حتى يتفور مزيان الكسكسو كما كتعرفوا. من بعد حيدناه، عملنا شويه نتاع الملحه والماء، يعني تفور الكسكسو 3 ديال التفويرات اللي الاغلبيه ديال الناس كلها ما شاء الله عارفه كيفاش كيتفور الكسكسو. داكشي علاش ما صورتوش معكم انا هكا. يعني عملنا التفويره الاولى، التفويره الثانيه والتفويره الثالثه هي اللي كندهنوها اما بشويه زيت العود او بشويه نتاع السمن اللي عندنا متواجد. وبقاو معايا ان شاء الله تنوريكم. راه عطانا واحد الكميه كبيره كما كتعرفوا كسكسو راه كيزكى ما شاء الله، يعني جاتنا واحد الكميه اللي هي كثيره. هنا الدجاج ديالنا بعد ما حمرناه ودخلناه للفران دهناه بشويه نتاع السمن. شوفوا اللوين ديالو ما شاء الله جا تيشهي. بقاو معايا ان شاء الله تنوريكم الطبق النهائي نتاع كسكسو ديال الدجاج بالتفايه اللي حضرنا معكم اليوم، وتبارك الله عليكم. وبقاو معايا حتى الاخير.